ما ولدت بعدنا رجال، بطون العزة ما ولدت بعدنا رجال، ورفاقة الكاكي أفضل من رفاقة المال. الولد اللي بيسوق 100 حسنة كتال كفتة يده مقياس سرعة الزلزال. نحن الموت ده خوفناه ما بنخافه، وحق اليتمى والمسكين نحن نعافه. هكا ولدنا نديك بالعديل وصافه فارس حوبه ما بينضم يهز اكتافه، فارس حوبه ما بينضم يهز اكتافه. وطني الكتب تاريخه بيدم الرجال الضحوا ثابتين في الشدايد حاشا يوم ما زحوا. اللي ادانا من نيله وفواكهه وقمحه مفروض نك بعزه والعلاج لجرحه. السن يا قلمي واكتب بحروفك مدحه، ده السودان هوانا وللغنانا وصبحه. العداه يبشر بهلاك وضبحه، راس غردون مثال إن كان صعب لك شرحه، راس غردون مثال إن كان صعب لك شرحه. المشاهد الكريم متابع شاشة فضائية الخرطوم، برنامج حرف الكرامة، حلقة جديدة وضيوف جدد وأعزاء ومبدعين داخل الاستوديو. تمتد تحياتنا للشاعر المتميز والمقاتل أحمد المجنوني. حبابك 10. مرحب بك والله يا أخونا حسن أحمد حسن، ومرحب بالمشاهد الكريم، ونهني القوات المسلحة السودانية على الانتصارات العظيمة وجميع القوات المساندة لها في حرب الكرامة الوطنية. وفي البدء بنقول ألف سلامة يا وطني العزيز كفارة، من صابتك بكل عنف وجسارة، نتكاتف جميعا نسعى لإعمار إنزاح التمرد بر من الدارة. حلنا واحد البل ما في حلا غيره، قسم بالله يا مرتزق إلا الطير، وطنا فيه مات غردون لاقى مصير جيشا قوق مر حارس مداخل سيرو. تنحل ثم تنبل يا عظيم العرف نضمن كان موضح وقالوا ليكم صرفة. مواجهة الخوارج نحن عندنا حرفة، مرتزق التشاد يخشوا ليكم صرفة. ود حمداني لملم من هنا ومن غادي، لا خلال كيني ولا حبش لا شادي. البلد القبيل قايل بتحكموا عادي، نحن فداه يا اللهب الحمار الوادي. خليك عادي اوعك تبقى زولا جاحد، والفقر اصله معروف ما بيفوت الشاهد. اخير لك كنت تسعى لاعمار الجاهد، الجيش قومي والجيش اصله معروف واحد. جيش هجانه والبريه، ومن بلد الحديد جابوا له مدفعجيه. اصحاب المهام الخاصه والجويه شغالين جغم فيكم صباح وعشيه. والهجانه ديل معروف اساس الجيش، ومدة والاسم هجانه قالوا بريش. بدقوا عدوهما سامعين دق العيش، ولا بتور ليه ورا ولا بقولوا قال معليش. نسر الجو يركز في الهدف بالملي، والقناص ده معروف اصله ما بيجلي. التنظيف وجب لكم ولائي محلي، تنحل ثم تنبل ثم تنبل غاية راي وحلي. تنحل ثم تنبل ثم تنبل غاية راي وحلي. ده طبعا راينا كلنا يا احمد، وراي كل الشعب السوداني الوقف وراء جيش، وقاد جيش واحد وشعب واحد. أيوة. وغير الحل نعم ما في غيره، وغير البل ما عندنا. أيوة. اصلا حل. ايضا يمتد ترحابنا بالشاعره المتميزه والمساندة للقوات المسلحة السودانية، الموقف الطبيعي لكل إنسان وطني. حبابك رزان محمد موسى. حبابك حسن أحمد حسن، وحباب كل مشاهدي قناة الخرطوم، وتحية للقوات المسلحة السودانية ولكل الشباب المساندين للقوات المسلحة السودانية، والرحمة والمغفرة لشهداء معركة الكرامة، وربنا يشفي الجرحى ويرد المأسورين بإذن الله تعالى. حبابك يا حسن، وفي البدء بقول الجيش جيش وطن، لا سحنة لا قبلية، والجيش متحد ما بيعرف الجهوية. الجيش من شرق وشمالنا والغربية، والجيش قومي هو هويته سودانية. من دارفور ولاعي الناس هيا وسنكات، ولبوا نضال الوطن كل غادة الوحدات. وقت الحارة ما في تصنيف ولا ميزات، وبوت المستجد والغادة مصطفات. طربت الجيش وما في زولا عليه بحايد، مما قبنا حب الجيش موفر وزايد. الجيش عزة الفوق المجالات رايد، ثابتين كالجبال المستجد والغايد. كل الدولة بأركان نصرت هبت، الجيش اتحد كل وحدة للحق لبت. دكاكر مرزة خاير للمحاصات عبت، لاقوا الموت وأيدي الظالمين انتبت. دمازين الرصير رابعة ألف تحية لكل جندي من الناس مروي والجوية. هجان طلبيد وحدة الغربية رفعوا تحية ليك عدقلي والشرقية. 16 مشاة في نيالة دخلوا رجالة، وكسروا نفوذ عدوهم وحققوها عدالة. حسين جودات وقع بثبات وبسالة، قال الخونة كيف يدخلوها محالة. تبشر والله. أبشر. ويا عمر ابو كلام السيرته دايما طيبه، ذاكر الجيشنا يا اشقاع بالصمود والهيبه. يلفيشك نظيف خات الشكك والريبه، يشهد لك جهاز الامن ما في خيبه.
جنود الاحتياط المركزي وغامات وافدوا الجيش وميتة عزة بالصح ماتوا. عمليات وهيئة اللي بيجوهم شاتوا قالوا الموت شرف بحسرتهم ما باتوا. الجيش هيبته المعروفة ما بتتبدل، الجيش قلبه مظبوط تاني كيف الشكل، لا رافع راسه لابس الكاكي ما بتخجل، دام حارسنا جيشنا نقول كدي ونتقدل. مشاة ومظليين حاشاهم التهديد، سلاح المدفعية بقوله بالتحديد. أهل العركة والمتك الغريب وشديد، وكل ما يوم لبع ما ساي كلام وعيد. الشعب الهميم الهم لقمة عيش، وما ناسيكنا الغحاتة بس بشويشو. لا بينفخ خطابكم تاني لا حريش، وبعد المولى بيحكموا يا نديم بس جيش، وبعد المولى بيحكموا يا نديم بس جيشه. شكرا يا رزان على الكلام. بيمثل كل الشعب السوداني، بيمثل كل اطياف الشعب السوداني. المرأة السودانية ساندة القوات المسلحة، أخت الجيش وبنت الجيش وعمة الجيش وخالة الجيش ومرة الجيش. صح. يمكن كان لوقفة المرأة السودانية دور عظيم جدا جدا أكيد. في هذه المعركة، معركة الكرامة، شفناهن سيرا قوافل الدعم، وشفناهن في الصفوف قدام. ودائما في كل حلقة أنا قاعد أترحم على شهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى، ورد الله الماسورين. على ذكر المرأة السودانية المناضلة للمرأة السودانية المقاتلة، نترحم على الشهيدة نهاد، ممثلة المرأة السودانية، ممثلة الشرطة السودانية، الشهيدة اللي وقفت وقالت كلمات زي الرصاص وألهبت الحماس. صح. وكانت في طوال فترة الحصار موجودة تداوي في السلاح الطبي، وما طلعت، ما اختارت انه تطلع برا الوطن. لا الرحمة والمغفرة ولعموم شهدائنا الكرام. أحمد درعنا الميري عشان خاطر الوطن الصان، وعهدنا في الغسم بس نحرس السودان. قول للراخي قاشو قاعد يلوك اللبان بتاع رفيع عن الصندوق وخت نيران، 3 بتصنع الراجل مجرب عندي، نار الغربة والسجن وإنه تصبح جندي. أفلام الخيال والأكشن اللي في الهندي شت مأخوذة من معقلنا ناحية الشندي، شت مأخوذة من معقلنا ناحية الشندي. والله ما في كلام والله. أنا أسوقك شوية لنص. هو حقيقة يعني كان عندنا الرغبة إنه النص يعني يمشي لقدام ويصل، وربما أقول لك يعني كان عندنا الرغبة في إنه يدرس للأجيال الجاية إن شاء الله بعد معركة الكرامة الوطنية. بقول طيب النص بيقول: يا وطنا فيه تغنينا وعذفنا أرغى الألحان، يا أرضا عشنا بداخلها وتركنا الحب كعنوان، جودي بالأمن علينا كي ننعم نحن كسكاني، كي ننعم نحن يا وطني كي يفرح طفلا سوداني، يا من وليت لنا حاكم أصبحت بفوقنا سلطاني، وقبلنا جميعا تنصيبك وندهنا جميعا برهاني، لن نرضى جملة لطغاة تحكمنا بفكر علماني، لن نرضى ونحن بداخله وتضيع حقوق الإنسان، لن نرضى أبدا لخلايا، لن نرضى أبدا من تاني، ما الحكم مشيئة من ربي لو يعلم ابني حمداني، والرب في محكم تنزيله قد قالها جهرا بمعاني، سنقاتل نحن لآخرنا من أجل حماية أوطاني، سنقاتل نحن لآخرنا من أجل حماية أوطاني. الله أكبر. تسلم. الله يكرمك. رزان جيناك راجعين تاني. طيب يا حسن، بما أن أخونا مشى في درب النصوص، فبقول خسرنا كثير عشان نفهم صعوبة الدرس. دفعنا ضريبة في مدني وتطهير في الغرب، انبث بنات اتباعوا في النيجر، وداقين فيهن الف جرس ووحدات عين وساقوهن، أبوها وأخوها يتجرس، والغحاتة لسه بقولوا لا للحرب، قريتوا لسانكم اتقصقص. سلام يا أمة السودان، سلام للسطر التاريخ وللفينا الكرامة غرس، سلام لحفادة الحرين البيهم رفاق بحس، سلام بنقوله وقت الغاز يمرق من بيوتنا وبس، سلام للدولة هيبة الدولة للخشنين ومو ملو، السلام للما نطق مدنية لا قال يوم ما تسقط بس، سلام للرتل القرآن لهيبة قابته وما ندس، سلام للبكرم الضيفان وللفي الحارة بتريس، سلام بيحصل أكيد في يوم بعد ما غحتي تتكرفس وتنلاق بين ضروس الأمة حتى وجودها ما ينحس، وترجع عزة السودان، ترجع عزة السودان علانية حاشا مو بالدس، وإذا الحق تسالمنا بعد سقطنا حاكمنا، سقط صوتنا ونشف نيلنا، ملامح الوطن يتغير وانطمست حدود جيلنا، وتبعنا الفارغة والهفوات هجرنا غيمنا وليلنا، نسينا مهيرة بيد عبود وتاريخنا وتقول شيلنا، بالغحاطة طير انتو بتقولوا السلام للدمر السودان، ولا الغدر سواركم صباح رمضان، ولا الهان وهيبة الدولة والهان وطن وماله أمان، ديل هتكوا العروض لا حول، هجروا الدين وعهد المولى،
زاد السوق ودمع عموق وقام الذل يرفرف بالجناحات فوق وريحة الدم ونفخ البوق وحمدوك لسه ما واعي ونايم في العسل غرقان وفاكر إنه حيرجح هتاف الشعب في الميدان وتتدفق جموع سوار شوارع بحري ومدرمان. أظن جنيت وعقلك طش ماله مكان تطبع يوم مع إسرائيل تحالف في دويلة الشر تبرطع ما تركت مكان تجاهر بمكايدك يوت وما عامل حساب للكان تسالم الخونة والفارين وعبد الواحد الحيران تزايد بحساب شعبك حفيد الزايد الشيطان وكل زول انغدر وطنه كل زول انغدر وطنه حليف بقيته لك ندمان قرارات ذات ضم منطق ما واعي شغل سكران رسالتي ليك يا حمدوك وللفاسد ولد عرمان وبنت المهدي والباقين وريت خالد سلك ما بان رجوعكم تاني ما مقبول وشعبنا واعي مو غبيان عشان يهتفوا قول ثورة وشلنا الثورة يا الحبان ثورة جوع وهدم أخلاق ويفتحوا للشرر بيبان وما فيهم نفاع عن ديل ما فيهم نفاع عن ديل والقحات طبعه جبان تقدم ما بتنفعكم والأحزاب الشقا وبهتان وللمستني مدنية المدنية في النيران وللمستني مدنية المدنية في النيران. قالت رزاز كل القول اللي بيقول الشعب السوداني لا لقحط ولا للجنجويد ولا لمن شايعه. فاصل نجيكم راجعين. الله اكبر الله اكبر يا الخرطوم اللي عندي جمالك جنة رضوان ما بنخلي لكم الله يكلك يا هوانات عدنا والعفو احمد. الله اكبر والله. اي منطقه بنخرج اي منطقه هو بس هو جسدي لكن وين هو بس والله خرطوم اللي عندي جمالك جنة رضوان طول عمري ما شفت مثالك في اي مكان في اي مكان. خرطوم الفيل حقتنا. من جديد جيناكم راجعين المشاهدين الاعزاء متابعي شاشه فضائيه الخرطوم برنامج حرف الكرامه في حضره الاعزاء الاكارم الشاعر والمقاتل احمد المجنوني والشاعره الاستاذ رزان محمد موسى. الحلقه تمضي بوتيره عاليه وبحماس عالي ودائما ما يكون النظم في الجيش والكلام في الجيش له وقع خاص في النفوس والبلاد تشهد تقدمات وانتصارات القوات المسلحه السودانيه ونسمع المارشات العسكرية والمقطوعات العسكرية تتردد أصداها في كل المدن السودانية. أحمد نحن حنجيك راجعين تاني ويمكن النصر أسبابه كثيرة لكن من أسباب النصر شهدانا الأبرار اللي نحن ما حننساهم في يوم من الأيام. كل ما قعدنا وتونسنا واستمرنا وكل ما مشينا في حتة وحسينا بالأمان بنتذكر إنه في ناس قدمت أرواحها مقابل ان تكون اللحظه اللي نحن موجودين فيها. وبقول لكم ما في شهيدا بنبكي عليه ما في شهيدا بنبكي عليه لانه شهيدنا ده حي ما مات ودرب الحق الدرنا مشيه بقوا الشهداء هم الرايات ديل مفتاح النصر الاول وديل اللي حقوا سما الغايات بلغوا عنا رسول الله انه غوافل الحق ما شات ناس خطاب ناس ناصر وبكري وبحر الفارس حي ما مات ناس خطاب ناس ناصر وبكري وبحر الفارس حي ما مات. لهم الرحمة والمغفرة والله شهداء معركة الكرامة الوطنية. ونترحم أيضا على روح الشهيد حضر الصول محمد علي رحمة الله عليه حضر الصول محمد علي شاعر القوات المسلحة السودانية والمقاتل محمد علي عبد المجيد. نعم له الرحمة والمغفرة وأسأل الله أن يتقبله مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقة. بقول الجيش اللي عليه الكحاطة يصعب حله كان كشر نوايب ومنو اللي بقي في محله. جيشنا في اللطام مشتر بكاتل ضله كل ما يقتروا الدعامة ليهم يبلوا والجياشة ما بينقدروا حقه حقيقة والعادانة ما بيلقالوا فينا طريقة
تاريخ انجلي ومثبوت جذوره عريقه شينين في الكوماج بنزين ولاقى حريقه. الرشاش بيرطن والمدافع داقه والمرتزقه فوق النار بتصبح باقه. خوست الخاصه لحلقه تمر الشاقه والدوشكات بتعزف زي مطرة الناقه. جيشا ما بهاب حتى الكوماج ومخاطر شعبه يلاقي باسم ديما بيطيب خاطر. جيشنا الشانترابك يا بلدنا بخاطر لا بدفن دقن لا حتى بعمل ساتر. جيش كامل عتاده على المحن متمرس وفيه أساتذة لحرب المدن بتدرس. جيش كامل عتاده على المحن متمرس وفيه أساتذة لحرب المدن بتدرس. بعد ما ينظف السودان وليه يترس يصبح جيشنا واحد وقوقه ما متجرس. وقول ليه خاين الوطن العمايل خصيصة يا البيع ريحتك بيع عتافها رخيصة. السودان فضايله علينا ما من قيسة من تبلي حما وسدا كبس له فريسة. من تبلي حما وسدا كبس له فريسة. تبلي حماه أسدا كبس له فريسة. الله يكرمك. المقاتل السوداني اللي يتميز بالبسالة وبالرجالة وبالشجاعة والإقدام. الكلام ده ما كلام إعلام، كلام شفناه بالعين في التقدمات، وكلام شفناه المواطن السوداني العادي شافوا في السوشيال ميديا كيف شبابنا السوداني بيعشق الموت وبيهب لهم. يعني الناس متقدمة ما قاعدة تستخدم ساتر، يمكن ده أغرب حرب يكون شهيد السودان فيها. أيوة. طوال السنين اللي توجدت فيها الدولة السودانية. أيوة نعم. نحن شفنا شباب صغار. أنا والله استاذنكم كنت رحم على واحد من شهداء معركة عبور كبر الحلفاية لبحر الشهيد حذيفة. هذا الفتى اليافع عنوان الصمود عنوان الذكارة. والله يا أخواننا أنا ما أقدر أمجد حذيفة، لكن الرجال اللي شفناها في الشباب ديل ما لاقتنا في الزمن القريب. لهم الرحمة جميعا والمغفرة. لهم الرحمة. رزان جيناك راجعين. رحمة ومغفرة لكل استشهدوا في معركة الكرامة، وبقول يل في الجنة مبسوطين ومن الدنيا روحتوا، لكن في الجنان حيين شرابكم من نهر كوثر، وفي سرر انتم متقابلين وصباحا كبير جلسوا، خضار ونضار ناس فايزين ربحتوا البيعة من بدري. ريتنا معاكم الطيبين كل الشهداء يجتمعوا ملتفين بحور عين يعيدوا مشاهد الميدان وكيف استشهدوا الغالين. وقف عمر أبو كلام يخطب بعد سلم على الحاضرين وأشر ليه قصي بشرى، تعال لا جاي معاك حنين وبسم الله ذكر ربه، وقال يا ربي نصر مبين بعد خطب الجميع كبر. وقاموا تفرقوا الحاضرين وكل زول انقصد مقصد، واحدين جلسوا متسامرين وقال بيضحك على ديبة. ودمكاوي يا عثمان طريت يوم كنا في الميدان نصول نجول ونتفنن، وخلينا الخصيم حيران رد عليه بلهفة. حليل أيامهم درمان قبل لا يعيشوا ذكراهم، دخل في اللحظة ديك خطاب وقال ياسر المهدي وقال له جبت لنا خطاب، ريت وطننا يتحرر ريت تشتتوا الأغراب. بسم خطاب وقال قرب معايا سلام من الأحباب، وماضين في القضية هناك وحالفين ما يسدوا الباب. رفاقتك حرروا الدوحة دوحة ياسر الأرباب، وقال له ياسر الجاسر والصديق محمد ده كان بيسأل عن المصفى، سلاح الجو صحيح قصفة وجيش الكدر، وقال حالف معاه جيش شندحة تصفى، وفي عالم بدون أسوار وسط جنات عدن أحرار، ناس الحاج وأخوي عمار ودنس البطل بشار. حليل هن حماة الدار فقدنا وجودهم الأخيار، حذيفة دم مع الأبرار، وقام استقبل الذوار محمد واتفضل البار. شلع نورا وضوى دروب وبان الفارس المهيوب، أسد فعرين وخات عيوب حباب الغالبون أيوب. عناه كان دليل ومنار قعد يوصف خطوط النار، وكيفين كان ثبات النار، وكيف الخونة عاشوا دمار محاور مدرد يا ستار، وفي أرض الجزيرة عمار وغربنا كمل الأشرار. أخوك عماد لما محتار وحالف إلا ياخد التار، تار الشهداء ما في خيار أكيد حيجيبوا دون اعذار، وتار الشهداء ما في خيار أكيد حيجيبوا دون اعذار. ألف رحمة ونور. ربنا يتقبل كل شهدائنا الأبرار، ويمكن شهداء معركة الكرامة اللي قدموا أرواحهم مهرا لفداء السودان ولرد المغتصبين ولطرد المرتزقة المحتدين على الوطن الحبيب. نعم. وقد ربحوا البيع، يعني ما في أفضل من إنك تموت شهيد. صح. وزي ما قال شاعرنا الزول بيموت مرة واحدة وبس، من الموت نحن ما بنندس.
التحية للشاعر والبطل خالد عبد الكريم فتى المدرعات. يمكن للأمانة والتاريخ في ناس كثيرة ربطت الأغنية دي بكلماتين واتكتبت في السوشيال ميديا بكلمات حسن أحمد حسن، لكن للأمانة والتاريخ هي كلمات المجاهد خالد عبد الكريم المصاب حاليا ويستشفى في إحدى المستشفيات، ونسأل الله له العافية والسلامة، وإنه يرده طيب من تاني للميدان عشان يشاركنا الفرحة. إن شاء الله. أحمد ورزان إحنا ماشيين على خواتيم معركة الكرامة، والجيش حقق انتصارات والبلد بدأت تعود. نعم. تفكيرنا حيكون شنو لما بعد الحرب؟ السؤال ده لكم انتوا الاثنين. والله في الحقيقة أستاذ أحمد أستاذ حسن، المرحلة الجاية حتكون مرحلة بتاعت إعمار طبعا، دي لا شك فيها يعني. حتكون مرحلة بتاعت إعمار متكاملة جدا بكل احتياجاتها يعني. والشباب ذاته يعني الشباب الزمان كان بيطلع في الثورة يا حسن وكان بيقول مدنية وبيترس في الشوارع، الآن بيقاتل معنا في الصفوف الأمامية يعني. نعم. حتى الآن فأنا متأكد تماما إنه الحاجة دي حتجيب وعي للشعب السوداني كله، والشباب اللي يمكن كانت عقولها يعني في اللحظة دي كانت طايشة مثلا، نقدر نقول إنها طايشة مثلا أو ما كانت بتعرف اللي بيصلحها من اللي بيضرها، لكن بإذن الله تعالى حتكون مرحلة بتاعت إعمار كامل لبناء دولة جديدة أو لسودان جديد إن شاء الله. بإذن الله تعالى. إن شاء الله. يمكن أخونا أحمد ما خلى لي حاجة أقولها. فعلا المرحلة الجاية هي مرحلة بتاعت إعمار ومرحلة بتاعت وحدة لكل أبناء الشعب السوداني بمختلف سحناتهم وبمختلف طرق تفكيرهم. فمعركة الكرامة ورتنا يعني شنو قومية، ويعني شنو سودانية، ويعني شنو وطن واحد، ويعني شنو أبناء وطن واحد كلهم اتكالبوا وقت الحارة جات واتدافقوا لحماية أرضهم وعرضهم. التحية أكيد للشعب السوداني، وبنتمنى يظل الترابط والتوافق الحاليا موجود ونحن شايفينه ويظل. وأنا بقول يعني دي حاجة هي ما حتنتهي. ارتباط الشعب بجيشه. يمكن معركة الكرامة هي برزت لنا لوحة أو ورتنا حاجة نحن كنا ما شايفينها قبل كده أو ما عارفينها، احتفاء الشعب بجيشه وحبه وتضامنه معاه. فالحاجة دي من الأشياء الجميلة جدا اللي عكستها لنا معركة الكرامة، وأنا متأكدة إنه هي ما حتنتهي بل حتزيد في السنين الجاية بعد تدرس تاريخ إن شاء الله تعالى. يمكن يا رزان قبل معركة الكرامة كانت الغرف الإعلامية لقحط، والمخطط الكبير لضرب النسيج الاجتماعي السوداني كان من خلال السوشيال ميديا بوصلوا لنا لأنه نحن ما عندنا جيش. أيوة نعم. وكان بيعكسوا لنا صورة الضابط الشغال ترحال وما عارف الضابط فلان المرتشي، وبدأت السوشيال ميديا تشكل في وعي الناس إنه ما نحن ما عندنا جيش أصلا. نعم. لكن مع أول طلقة والميليشيا ذاتها صدقت إنه نحن ما عندنا جيش. أيوة. دي الحاجة اللي ذاتها نفعتنا، صدقت إنه هي ذاتها فكت الكذبة. أيوة. وصدقت إنه ما عندنا جيش، لكن مع أول طلقة فكوها عرفوا إنه نحن عندنا جيش وإنه كل الشعب السوداني أكيد طبعا جيش. وقفة الجيش السوداني حاليا في معركة الكرامة بتبرهن لنا، أو دي بس رد عظيم جدا لرفع الشعارات بتاعت معليش ما عندنا جيش. ياهو جيش شفتوه بقوميته وبوطنيته وبتكاتف أبنائه مع مواطنينه وبالانتصارات. احنا ما دائما نرجع لورا كثير، لكن حتى الهتافات اللي كانت بتتقال لو احنا كان عندنا شوية فطنة أو شوية ذكاء كنا سألنا نفسنا سؤال: منو هو اللي بيكتب الشعارات دي وبيحفظها للشباب الصغار ده عشان يمشي يقولوا؟ أكيد الكلام كان وراءه مخطط، يعني ما في زول عارف صدفة كده طلع من بيته وطوالي فتح الشارع وقال معلش ما عندنا جيش. لكن كان في مخطط لهيكلة القوات المسلحة السودانية عشان نكون زينا وزي سوريا وزينا وزي ليبيا وزينا وزي بغداد وغيرها من الدول اللي قدروا يقسموها ويشتتوها. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وبصدق الرجال وبتخطيط القيادة السليم قدرنا نتجاوز المرحلة الصعبة دي والتفت الشعب حول جيشه وقبيلتي وقبيلتك أساس القضية. ومتين الوطن يكون الهوية حقتنا البلد ما حقت فلان ولمتنا الأرض، والنيل من زمان نقول سوداننا بالخشم الملان جدي وجد أبوك كم صفوها نية، لا جعل وزقاوي لا شايق وبجا ومن قلب الجبال ذاك النوبي جا شايلين السلام لا أطفال حجة لا بيننا اختلاف لا صوت بندقية. وين المثقف ودور الرسالي وليه بس أخويا همين في كتالي ينادي الوطن ولا حد يبالي نموت بعدنا وتعيش عنصرية ونموت بعدنا تعيش عنصرية. المخرج بيشير لنا لأنه
باقي لنا دقيقتين، دقيقة حتكون مع أحمد ودقيقة مع رزان وحاجة. والله نحن في الدقيقة دي طبعا من يعني بنقدر نقول أو نهني فيها الشعب السوداني الأبي الصابر على المحن أو على الحاصل معه في الوقت الراهن. ويعني جد يعني يعني بنقول بنبارك الانتصارات دي للشعب السوداني وبنقول لهم طيب في الختام يا حسن، تحية للشعب السوداني وللقوات المسلحة السودانية على رأس سعادة الفريق ركن أول عبد الفتاح البرهان، والتحية لكل القوات المسلحة ضباطا وجنود وضباط صفوة، كل من قاتل ومستنفرين وكل ما عايزين يعني نحدد ونخصص، لكن كل من شارك في معركة الكرامة. وتحياتي موصولة للأسرة الكريمة، الوالد والوالدة وكل الأخوان ولكل الأهل. وتحية عظيمة جدا للأخ مصعب الحوري وهو داعم وساند. والتحية لمبادرة الإسناد الإعلامي للجيش السوداني أستاذ أبو بكر عبد العزيز. والتحية لأخونا وضاح المريود ولكل الشباب اللي قدموا وساهموا في معركة الكرامة. وختاما بقول البلبس شعارنا وليه ما بنغير، اسأل كل مبلول كيف لبيعنا بحير. الجيش عنده تاريخ كبير مو صغير، الجو والبحر والبر عليك بنسير. تحياتي لك يا حسن. التحية لك رزان والتحية لك أحمد المجنوني. كنتوا ضيوف أعزاء من خلال حرف الكرامة، لحد ما ألاقيكم في حلقة جاية تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل. في أمان الله والوطن منصور. ما ولدت بعدنا رجال بطون العزة، ما ولدت بعدنا رجال ورفاقة الكاكي أفضل من رفاقة المال. الولد اللي بيسوق 100 حسنة قتال كفتة يده مقياس سرعة الزلزال. نحن الموت ده خوفناه ما بنخافه، وحق اليتمى والمسكينة نحن نعافه. هاكا ولدنا نديك بالعديل وصافه فارس حوبه ما بينضم يهز أكتافه، فارس حوبه ما بينضم يهز أكتافه.